ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، ولازم كل سنه وانتم طيبين كل ما نيجي نعمل فيديو. اقول لكم بقى على حاجه، تعالوا نعمل النهارده شويه سمك انما لوز. انا عملت معاكم قبل كده السمك صينيه، تمام؟ بس دي هتبقى مختلفه، هيديكوا طعم كده جبار. خليكم معايا واتبعوا الخطوات وقولوا لي ايه رايكم في السمكات. حلوه دي صح؟ حلو. شفت السمكه؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شفتوا؟ طبعا كلكم عارفين ان ابو ادم هو اللي بيقوم يجيب لي السمك الصبح كده، صح يا اخواتي؟ صح. تحب بقى كانت فاتحه بقها الوقت، عايزه اوريكم حجم بقها. يوه. يلا بص كده، حلو من البصل يا بنات. البصل الاحمر بتاعنا الجميل ده، امسكيه ايه، قطعيه كده في الكبه بتاعتك وفرميه فرم ناعم. انا خليت السمك بتاعي قشطه، نضفته. يلا بينا نكمل بقيه الخطوات. شوفوا يا بنات بقى، اهم خطوه هنا ان البصله بتاعتنا تكون ناعمه. شايفين البصله ما شاء الله عامله ازاي؟ يلا بينا على البوتاجاز كده بشويه حلوين يا بنات، على الزيت، في الزيت ايه يا بنات، من الزيت، تمام. وبالبصله بتاعتنا على طول. انا عايزه البصله بتاعتي ايه، تدي بس يا دوب نوميه كده، نوميه. انا بس يا بنات ايه، عايزه البصله بس كده، مش اكتر من كده، عشان هتكمل سواها لسه في الفرن، تمام. البصله هنا كده عشان انا عايزه اعمل بقى شويه حركات النهارده يا بنات في السمك كده. نعمل سمك كده، احنا في صيام، عايزين نعمل شويه سمك كده عسل، تستاهل بقكم. هنزل دلوقتي يا حبايب قلبي بالصلصه بتاعتي. انا مش عايزه البصله بتاعتي تحمر عشان احنا في صيام وما تحرقش ايه صدر اللي هياكل منه، تمام تمام. ننزل بقى بالصلصه بتاعتنا ونديها تقليبه ونسيبها بقى ايه تسيح مع نفسها كده. وبعد ان شاء الله ما تخلص هنرجع بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. دي التركه الجديده اللي انا بقول لكم عليها. مكعبات الجمبري دي يا بنات بتتحط في شوربه الجمبري، بتخلي الشوربه تحفه، تمام. فاحنا النهارده هنعمل السمك بطعم الجمبري. نهرسها بس كده المعلقه بتاعت الصلصه دي يا بنات، تمام اهي. ويلا ننزل بقى عليها عشان احنا عايزين ناكل سمك بطعم الجمبري. تحفه يا بنات والله، جربوها ان شاء الله، حاجه كده تستاهل بقكم. انزل دلوقتي يا حبايب قلبي كده بمعلقه من بهارات السمك اهي، معلقه حلوه كده، معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه حلوه كده من الفلفل الاسمر. المعلقه بتاعتي ديت انا قايله لكم ان هي دريكه، فبتاخد شويه حلوين كده، سنه بسيطه كده خالص من الجنزبيل. ودي كانت البهارات بتاعتي بتاع السمك. انا مش هحط بهارات كتير، كنت نفسي احط شطه بس صايمين يا بنات، خايفه عليهم هيعطشوا بقى ويبهدلونا. ننزل بالبهارات بتاعتنا. ريحه الصلصه بتاع السمك يا بنات طالعه فظيعه فظيعه والله فظيعه. قلبي بقى كده وايه وشم الروايح. وحلو لما انت تجددي في الاكله، مش كل مره تعملها نفس التكنيك، لا جددي فيها كده وخلي ايه الدنيا معاكي تمام. انزل بقى بالملح بتاعي عشان اظبط الملح بتاعها. وهجيب برضو شويه كده حلوين من التوم، نص معلقه كده، واحطها في قلب الصلصه. صلصه في التوم، معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه من الفلفل الاسمر، سنه جنزبيل بسيطه خالص، وحاجه كده برضو ايه بسيطه من الملح. دي ليه؟ عشان نبهر بقى ايه السمك بتاعنا ونديله تحميصه. معلقه بهارات سمك يا بنات، معلقه حلوه كده عشان تخلي السمك بتاعنا طعمه جميل. ننزل برضو بمعلقه من الملح اهو. قلبنا كده البهارات بتاعتنا يا حلوين. هنعمل فتحه كده في السمك عشان السمك بتاعي كبير، فانا عايزاه ايه يشرب من التسبيكه بتاعته ويشرب من البهارات بتاعته. ايوه هي دي الحلاوة دي، ايوه هي دي الطعمة دي. هي دي. السمك ده يا بنات تحفه. لو انت بقى بتاكلي سمك في محلات هتعرفي بقى الفرق ده من احنا ده. اصلا ما كناش بناكل السمك في رمضان، يعني بنحسه اللي هو مش تقيل. اه بس ده بابا جاب السمك ده فقلنا ايه نجرب. لا لا، والطريقه دي جديده يا بنات، صدقوني اعتمدوها وجربوا بس الخطوات دي.
جديده في ايه بقى يا ملقاء الطريقه دي؟ جديده في الصلصه بتاعتها، حطينا مرقه الجمبري تمام. وجديده برضو في البهارات، حطينا بصل بودر وتوم بودر وجنزبيل. الحاجات دي كلها يا بنات بتدي طعم مخرفه للسمك. عملته معاكم قبل كده بس ما عملتوش بصراحه بنفس الحاجات دي. عفري بقى السمكه حلوه كده في الدقيق وانزلي في الزيت بتاعك تمام. دلوقتي انا اول مره اطلع معاكم بالصحافه دي او بالطواجن دي. الصحافه الصعيده يا بنات، الصحافه الصعيد تمام، بتخلي الاكل طعمه حلو قوي. ننزل كده بكربان من الصلصه، والسمك بتاع الصينيه ما تحمروش قوي عشان يبقى ايه طعمه حلو كده اهو. كده السمك حلو قوي على الصحافه يا بنات، مش عايزه اكتر عشان لما تيجي تطلعيه يبقى فيه ايه براح معاكي في الصحافه، ما تكسريش السمك بتاعك. لسه هزود شويه ميه وندخله بقى الفرن. عايزه اوريكم حاجه يا بنات، شايفين الصلصه ناعمه وجميله ازاي؟ مفيش فيها بصل مخرز. ليه؟ لما تاخدي حته كده وتحطها على الرز تلاقي الطعم فوق الخيال. طعم البصل اللي يتفرم قوي ده يا بنات احلى حاجه في الاكل. خلاص بقى اشيله كده احطه في الفرن على النار عاليه الاول يغلي، ابدا اهدي عليه النار خالص واسيبه بقى مع نفسه ونشوفه بعد ما يطلع. شوفوا الجمال وشوفوا القمر وتعالوا شموا الريحه. يا لهوي على الريحه، الريحه فظيعه فظيعه. بصوا يا جماعه تحفه، حاجه كده تستاهل بقكم. قولوا لي بقى ايه اللي حصل بقى. هقول لكم الطاجن ده كان عندي من زمان يا بنات وكنت بعمل فيه قبل كده تمام، بس لقيته ايه فرقع كده فرقعه صغيره يا دوب بس بينزل منها زيت تمام، فانا رحت حاطاه ايه اهي في الطاجن اللي تحت دي اهي. شايفينها يا بنات صغيره خالص بس بيدخن في الفرن فبيعمل ايه ريحه مش كويسه، فانا رحت ايه حاطه له الصينيه اللي تحته دي. ده انا حبيت اعرفها لكم عشان لو ايه لو اي حد حصل معاه نفس الموقف يعرف يتصرف. وهنشيله دلوقتي عادي خالص بس هستنى يهدى شويه. ايه رايكم بقى في الجمال؟ والله ريحتها بصوا قلب الدنيا يا بنات تحفه، جربوها. عايزه اقول لكم بقى ان انا عملت حادثه، حد يقول لي الف سلامه اهو. ورمي القاء اتحرقت، ده اتحرقت، ايديها اتحرقت. فجرينا حطينا معجون. فادعوا لي بقى الف سلامه عليا. ادعوا لي الف سلامه عليا يا بنات. تعالوا اوريكم السمك القمر ما شاء الله تحفه يا بنات، جربوه بنفس الطريقه. الله 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 الله، شايفين السمك؟ شايفين جماله؟ تعالوا بقى اوريكم هنا ما شاء الله. شايفين السمك مستوي فص ابيض من جوه تحفه، والريحه جباره خطيره، والصوص بتاعه ده ايه قمر كده يا اخواتي قمر. متنسونيش بقى يا جماعه في لايك واشتراك للقناه لو انت لسه ما اشتركتيش. اتفضلي معانا افطروا معانا بقى يا حبايب قلبي.